بمناسبة دخول الشتاء أول حاجة تيجي على بالنا على طول اللفت المخلل. تعالي أقولك على شوية نصايح هتفرق معاكي قوي. أما تيجي تغسليه ما تضغطيش بالفرشة قوي عشان يفضل لونه حلو كده. كمان لما نتخلص من الزوائد اللي فوق بالقشارة أو بالسكينة نقدر ننقي الحجم الصغير علشان يقعد عندنا فترة طويلة، ونخلي الحجم الكبير هو اللي نقطعه. هناخد الحجم الصغير ده ونخليه سليم، والحجم الكبير لما نيجي نقطعه خطوه مهمه جدا ما نقطعوش حجم رفيع عشان هو لما يتخلل ممكن يتهري مننا. كمان خطوه مهمه جدا ان احنا نغلفه بالملح، وبعد ما نغلفه نسيبه 3-4 ساعات وما نستخدمش الميه اللي نزلت منه ابدا. كمان تريكايه حلوه قوي في محلول التخليل بتاعه، نحط هريسه ليه علشان هتخلي لونه خطير وطعمه كمان حلو قوي وريحته. بعد ما نزود البرطمان بالمحلول ده نيجي تاني يوم كده ونقلبه علشان شريحة البنجر توزع اللون على البرطمان كله. جربوها وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل اللفت المخلل في البيت بطريقة سهلة ومضمونة من أول مرة حتى للمبتدئين. ومية اللفت اللي بنحبها وازاي يفضل مقرمش معانا مع الجزر والقرنبيط خطير. تابعي معايا واحفظي الوصفة عندك. هنجيب اللفت ونغسله كويس ونشيل الزوايد اللي فيه بالقشاره او بالسكينه وخلصي الكميه كلها. ولو عايزه يقعد معاكي فتره نقي لحجم صغير وخليه كده ما تقطعيهوش. هنجيب بقى لحجم اكبر شويه ونقطعه صوابع او زي ما تحبي، المهم ما يكونش رفيع عشان ما يتهريش منك. في مصفى مع شويه ملح غلفيه كويس و3-4 ساعات ينزل ميته ونشطفه. نكون مجهزين الجزر والقرنبيط والفلفل وكام شريحه من البنجر. ولو احط ميه سخنه متبرده، ولكل كوبايه معلقه من الملح، نص معلقه من السكر، نص معلقه من الخل وشويه هريسه، وقلبي الميه لونها خطير. هنجيب البرطمان وشريحه من البنجر، نرص اللفت والجزر والفلفل، نضغط كويس جدا، نحط المحلول الملحي بالجمال ده ونغطيه ونسيبه من 4-5 ايام. هل نشوف شكله بقى بجد يفتح النفس خطير ولونه حلو جدا، يفتح النفس جنب اي اكله ويفضل مقرمش معاكي الاخر. تجربيه وصحتين وهنا يا رب.